اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنتعلم حاجه غريبه شويه. هنتعلم ايه؟ هنتعلم مع البيضه دي ازاي ترسم. اوريكم في الكاميرا هنا ازاي ترسم اتجاهات الوش. هرسم دايره ودايره، نقطه ونقطه يعني، وهشد خط في نص الدايره وخط تاني بالجنب، وابقى انا كده حددت ايه؟ الخط الرأسي ده بيحدد الوش باصص كده ولا كده. الخط اللي بالعرض ده اللي هو خط الحاجب بالمناسبة بيحدد الوش باصص فوق ولا تحت. تعالوا نجرب. اوديها فين؟ ايش حطيتها بعيد. وتعالى نرسم مثلا وش باصص لفوق. هاتها تاني. لو باصص فوق ايه اللي بيحصل؟ ده. لو باصص تحت ايه اللي بيحصل؟ ده. ارسم دايرة بيضاوي وهشد خط في النص عادي كده اهو، وهشد خط مش في النص بقى، هشد خط فوق كده اهو. لو حطيت الحواجب هنا خط وخط، وحطيت المناخير فوق كده، وحطيت البق هنا ونقطتين للعينين، ونزلت الودان تحت كده اهو، بقى شخص باصص فوق. باصص فين؟ اعمل كده. نجرب نرسم حد باصص تحت. باصص تحت ايه اللي حصل؟ بقى عامل خط اللي في النص في النص عادي، والخط اللي بالجنب نزل لتحت، بقى عامل كده. حط الودان فوق، حط المناخير بصة تحت، العينين دايرتين، خليه مبتسم المرة دي، حواجب فوق. حب ارسم راس جسم على طول. هعمل شعره جاي على جنب، بقى باصص تحت. اجرب المرة دي ارسم حد باصص بالجنب. هرسم بيضاوي واشد خط بالجنب كده اهو. خليه باصص فوق ولا تحت؟ خليه باصص عادي. شد الخط في النص عادي. مناخير هخليها باصة كده. العينين بص اعمل فيها الحركة دي عشان يبقى شكلها احلى، يبقى كأنها بتلمع. احط الحواجب فوق عادي. اخليه ايه؟ خليه مبتسم. وي. وعنده سنتين وعنده نبش. ركز ركز. احنا دلوقتي بنرسم ايه؟ بنرسم الاتجاهات. اتجاهات الوش. كيوت اوي. اعمل شعره كيرلي، وعنده شعر هنا، ورفع كتافه لفوق. اعتقد حلو كده. رسمنا فوق وتحت ويمين. يمين الناحية دي. لو عجبك الموضوع وعايز تلعب اكتر اسأل عن كتاب كاريكاتيرجي، هتلاقيه في وصف الفيديو. هتلاقي فيه تمارين كتير مسلية. متنساش سبسكرايب ولايك، واشوفكم الفيديو الجاي.